السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده أكلة جميلة كده زي ما انتم شايفين. طبعا خمنوا بقى هي ايه. طبعا هي باينة ان هي كرشة بس معاها لحمة راس. هنعملها بطريقة سهلة جدا وكمان طعمها هيكون في منتهى الجمال. بصوا يا جماعة قد ايه شكلها جميل، يعني هي باينة من الشكل، مش محتاجة ان اقولكوا على الطعم. اكلتنا النهاردة هتكون للناس الاكيلة اللي بيحبوا الاكل جدا، هما اللي يعرفوا قيمة الاكل ديت. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي عشان ما نطولش اكتر من كده. يلا بينا. بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. عندي هنا لحمه الراس. بصوا انا مش عارفه هي الكميه قد ايه، بس تقريبا كده كيلو الا، ممكن تكون كيلو الا ربع او كيلو حاجه زي كده. عندي هنا لحمه الراس ومعاها كمان اللي هي الحلويات، وعندي كمان هنا الكرشه. طبعا لحمه الراس غسلتها كويس جدا بالملح، والكرشه عندي غسلتها ونقعتها في ملح وخل وليمون ودقيق، وبعد كده شطفتها وصفيتها كويس جدا هي ولحمه الراس. اهم حاجه في ده كله يا جماعه ان احنا نكون مصفيينها كويس جدا. طبعا انا عماله احول في الاطباق كده عشان كنت هتبل حاجه حاجه، بعد كده قلت اتبل الاتنين مع بعض عشان بس وقت الفيديو ما يكونش طويل زياده عن اللزوم. بصوا بقى، اول حاجه حطيتها في التتبيله بتاعتي هي الملح، وبعدين احط الشطه. زي ما انتم شايفين انا بحط الاتنين مع بعض، يعني هتبل الاتنين مع بعض. حطيت الملح وكمان الشطه، وعندي هنا كمان شويه من الفلفل الاسود، وكمان شويه من الكزبره الناشفه، وشويه كده من السبع بهارات بتوع الشوربه. دلوقتي بقى هنضيف كمان شويه من الكزبره اهوت. نفس التوابل اللي بحطها للكرشه نفس التوابل اللي بحطها للحمه الراس. ودلوقتي بقى اخر حاجه عندي بهارات السبع حبوب بتوع الشوربه. هقلب بقى الكلام ده كله كويس جدا. بصوا بقى هنقلب كويس قوي كده. طبعا لازم نتاكد ان اللحمه كلها اتبلت كويس جدا بالتوابل اهو يا جماعه شايفين. طبعا ما فيهاش ميه، مصفيها كويس زي ما قلت لكم. ودلوقتي كمان بقى هقلب الكرشه برضو كويس كده بالشكل دوت. هيقعدوا يا جماعه في التتبيله ديت مش اقل من ساعتين، يعني بتقعد حوالي ساعتين في التتبيله دي كده، وبعد كده نبدا نشوف هنعمل فيها ايه تاني. عندي بقى هنا طاسه على البوتاجاز، حطيت فيها شويه من الزيت او الزبده او السمنه البلدي زي ما انتوا حابين. طبعا انا الحاجات اللي بتبقى فيها دسم شويه ديت ما بحبش اشتغل فيها بزبده او سمنه. بفضل دايما الزيت عشان تبقى خفيفه شويه. هحط بقى الاول اللحمه عشان بس الكرشه هتنزل معايا سوائل، وبعدين هبهدل الزيت، مش هينفع ان انا انزلها الاول. بصوا بقى اللحمه هحطها كده كاني هحمرها بالظبط بنفس الطريقه دي كده. هحطها وهسيبها بقى لغايه لما تحمر تماما، يعني انا عايزاها تحمر كاني هحمرها على الاكل بالظبط. هخليها بقى تحمر قوي، بعد كده اقلبها على الوش التاني. بصوا بقى اللحمه بتاعتي ما نزلتش اي سوائل خالص اهيت، لان انا مخليها اتصفت خالص، وكمان منزلاها في الزيت بعد ما سخن قوي. بصوا بقى حمرت بالشكل الجميل ده ازاي. هتفرق يا جماعه والله يعني ان احنا شوحناها كده في الاول هتفرق جدا في الطعم. يعني لو عملناها من غير ما نشوحها كده لا، طبعا التشويحه ديت هتفرق جدا في الطعم. جربوها بنفس الطريقه ديت وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. بصوا بقى بعد ما سبتها اتحمرت الوش التاني كمان، هطلعها بقى عندي كده في اي طبق اهيت يا جماعه. ودلوقتي بقى هنزل الكرشه بتاعتي في نفس الزيت. هسيبها بقى يا جماعه، مش هقلبها خالص، نفردها بس كده في الطاسه ونسيبها. نسيبها بقى ديت براحتها شويه، يعني بتاع 5 دقايق كده، وبعد كده نرجع نقلبها. بس ديت بقى مش هنسيبها لما تاخد لون زي اللحمه، لان ديت لو سيبناها تاخد لون طبعا هتنشف. يدوبك نشوحها تشويحتين كده، وبعد كده نروح مطلعينها. في حله تانية بقى على النار هضيف شويه من الزيت، وهنزل بقى عندي هنا بصلتين كبار او 3 بصلات صغيرين، وهضيف لهم كمان شويه من الملح، وابدا بقى اقلب فيهم لغايه ما لونهم يتغير.
عندي هنا كمان الكرشه بتاعتي اهي يا جماعه، شايفين؟ لو نزلت اي سوائل معاكي، اي ميه ولا حاجه، خليها لما تتشرب معاها وبعد كده طلعيها، بس ما تسيبهاش لغايه لما تنشف. نرجع بقى للبصله بتاعتنا. البصله بتاعتي هخليها لغايه لما تتشوح كده، يعني مش عايزاها تاخد لون زي ما قلت لك، عايزاها بس ان هي تدبل اهي يا جماعه، عايزاها بس ان هي تدبل كده خالص وتبقى استوت لكن ما تاخدش لون. ودلوقتي كمان عندي قرن فلفل حامي كده، دوت اختياري، لو مش حابه تحطيه ما تحطيهوش براحتك. قلبنا فيها بقى كويس كده لغايه ما البصله بتاعتي استوت. واول ما نحس ان البصله بتاعتي خلاص استوت بالشكل ده كده، ما نسيبهاش بقى لغايه لما تاخد اللون اللي قلت لكم عليه، لا انا مش عايزاها تاخد لون خالص. هروح ضايفه الكرشه ولحمه الراس، وكمان هنزل اللحمه بتاعتي اهيت. هنقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض، وبعدين هضيف هنا ورق لورا وواحدة طماطم تكون كبيرة كده مبشورة او 2 صغيرين. ضفت كده ورق اللورا، وكمان عندي هنا اهوت واحدة طماطم المبشورة. طبعا دي طماطمية كبيرة يا جماعة او 2 صغيرين زي ما قلت لكم، 2 وسط يعني ما يكونوش صغيرين قوي. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعض وننزل عليه بمية مغلية. لازم المية تكون مغلية هنا، ما ينفعش ان انا احط مية ساقعة من الحنفية. حطيت المية، هزود كمان شوية تاني وبعد كده هغطي عليها واسيبها بقى لغاية لما تستوي. طبعا ما تسيبهاش خالص، ده لازم تقلبيها كل فترة والتانية، وبعد كده هنسيبها لغاية لما تستوي وارجع اوريها لكم ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. شايفين بقى يا جماعة الجمال بتاعي؟ كل اللي هيجرب الكرشة مع لحمة الراس بالطريقة ديت هتعجبه جدا. بصوا هنا كانت اتشربت وكانت قربت تستوي، بس انا هزود لها ميه تاني، لان كل ما تتشرب الميه يعني عادي، لو لسه ما استوتش برضو ضيفي لها ميه تاني عادي، مفيش اي مشكله. بصوا بقى هنا كانت خلاص استوت اهي زي ما انتم شايفين. بصوا الكرشه استوت جدا ازاي، وطعمها في منتهى الجمال يا جماعه. وكمان اللحمه بتاعتي استوت، بقت عامله زي الملبن. تعالوا بقى معانا مع بعض نقدم الكلام ده كله في طبق كده يكون حلو. شايفين؟ لو انتوا حابين تسيبوا فيها شويه من الصوص زي ما انا عامله كده براحتكم، لو انتوا مش حابين تسيبوا فيها اي سوائل خالص تخلوها تشرب خالص برضو براحتكم. بصوا الجمال يا جماعه. نغرف بقى الكلام دوت مع شويه رز. انا كده عملت جنبيها شويه رز ابيض هتاكلوا صوابعكم وراه. لو حابين تعملوا شويه رز بشعريه او مكرونه محمره، اي حاجه، شوفوا انتوا حابين تاكلوا مع الاكله دي ايه وكلوا براحتكم خالص. بس احنا الصراحه بنحب جنبها الرز الابيض. هو مش ابيض قوي يعني لان انا حاطه له توابل وبهارات، بس انتوا بقى لو حابين تعملوها ابيض خالص براحتكم خالص. لو عجبتكم بقى الاكله بتاعت النهارده، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. وباي باي.